السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه يا طلاب تانية اعدادي؟ انا عارفة اني اتأخرت عليكم جدا، ولكن والله كان غصب عني. المهم، لو اول مرة تتفرج عليا، انا ميس ايه شهاب، مدرسة اللغة الفرنسية. والنهاردة هنكمل جزئية في يونت 1 اللي هي ايه؟ صفات الملكية، اللي هي adjective possessive. النهارده هنشرحها وهنشرحها بطريقه سهله جدا، متقلقوش. بس قبل ما نبدا الفيديو، لو عجبك الشرح ما تنساش تعمل اشتراك للقناه ولايك للفيديو. ولو حد عايز ينضم معايا في جروبات الاونلاين، هسيب لكم رقمي في الديسكريبشن بوكس. ويلا بينا نبدا الشرح. زي ما قلنا، هنشرح ايه النهارده؟ هي الادجكتيف بوسيسيف، يعني صفات الملكيه. قولوها معايا كده بالفرنش: les adjectifs possessifs. les adjectifs possessifs يعني صفات الملكيه. بنستخدم صفات الملكية دي في ايه؟ علشان اعبر عن ملكيتي بالحاجة دي. تمام؟ سواء كانت اشخاص او اشياء. يعني ايه؟ يعني انا مثلا عايزة اقول ان القلم ده بتاعي. بالانجلش كنا بنقول ايه؟ بنقول ماي بن، قلمي. تمام؟ بالعربي بنحط ياء الملكية. طب انا بالفرنش اعمل كده ازاي؟ هنتعلم ده النهارده. طب علاقتي بالاشخاص، طب ما انا اقول بابايا، مامتي، اخويا، اختي. فانا عايز اربط العلاقه دي، اعملها ازاي؟ ده اللي هنعرفه. بس قبل ما نشرح على الكتاب، عايزين نروح الاول على السبوره، بعد كده نكمل. عشان اعبر عن ملكيتي للحاجه، اكيد هيكون في مالك، وفي عندنا مملوك، اللي هي الحاجه دي اصلا ايه هي اللي انا بملكها. وفي النص هيكون في ايه؟ هيكون في صفة الملكية. وده اللي احنا لازم نكون حافظينه كويس قوي، وهي صفات الملكية. طب اول حاجة، ايه هو المالك؟ احنا عارفينهم اصلا، هم الضماير، ولكن مش هناخدهم كلهم. ايه هم اللي احنا عايزينهم؟ عايزين الجو، اللي هو انا، والتو، انت، والإيل، والال. واحنا عارفين ان دايما الإيل والال مع بعض توأم في اي حاجة. الجو، لو انا لقيتها هحط يا اما ما، يا اما ما، يا اما مي. هي دي صفات الملكيه: من والما والمي. ولو لقيت التو هحط طن او تا او تي. والإيل والال هحط يا اما صن او صا او سي. ايه الكلام ده؟ ما هي دي بقى صفات الملكيه. المون والما والمي بتساوي الماي، كده زي الانجليش. في الانجليش المون والما والمي بتساوي ماي. طب اشمعنى هي في الانجليش عشان في واحده واحنا عندنا ثلاثه؟ عندنا في العربي هي ياء الملكية، لكن في الفرنش ثلاثة، لأن احنا عارفين إن احنا في عندنا كلمات مذكر وكلمات مؤنث وكلمات جمع. فلازم يبقى كل حاجة ليها الحاجة بتاعتها. التون والتا والتي بتساوي يور في الإنجليزي. الصون والصا والسي هي بتساوي الهز والهير. تمام؟ دي كده أول حاجة. لو حفظتهم يبقى أنت قطعت مشوار كبير قوي. تمام، خلصته. اللي هو المون والما والمي، والتون والتا والتي مع التو، والصون والصا والسي مع الإيل والآل. دي كده أول حاجة. طب أنا هفرق ما بين كل واحدة ازاي؟ يعني دي بتاعت ايه، دي بتاعت ايه، ودي بتاعت ايه؟ قال لي الصف الأول المون والتون والصون دول بتوع المذكر. يعني العمود الأول ده وده وده اللي هم مان والطان والصان بتوع الايه؟ المذكر. والما والتا والصا بتوع المؤنث. بتوع الايه؟ المؤنث، اللي هو الما والتا والصا العمود التاني. والاخير اكيد اي حاجه فيها اس بتاعت الايه؟ بتاعت الجمع بنوعيه بقى، سواء كان مذكر او مؤنث. دي كده اول حاجه. ولازم تكونوا حافظينهم كويس قوي، وتكونوا عارفين المون والما والمي بيبقوا مع الجو، والتون والتا والتي مع التو، والصون والصا والسي مع الايل والال. طب ايه اللي بعد كده؟ هي خلاص احنا يعتبر خلصنا على فكرة، بس في شوية تريكات. ايه هي التريكات اللي ممكن يلعب لي عليها بقى؟ في ملحوظة لازم تكونوا عارفينها كويس قوي، وهي: عارفين الما والتا والصا؟ ايوه، لسه قايلينهم من شويه. دول بتوع الايه؟ بتوع المؤنث. قال لي لو لقيت كلمه مؤنث مبدوءه بمتحرك حرف فويل، ايه اللي هيحصل؟ ما ينفعش اختارهم ابدا.
مينفعش اختار التلاتة دول. امال هختار ايه؟ هيتحولوا التلاتة دول لايه؟ للمون والطن والصن. ايه ده؟ دول بتوع المذكر بالظبط. يبقى لو انا جات لي كلمة مؤنث مبدوءة بفويل متحرك، هحول دول التلاتة دول لايه؟ لبتوع المذكر، المون والطن والصن. تمام. زي ايه؟ عايزين مثال. زي مثلا كلمة امي. كلمة امي دي يعني صديقة. تمام، مؤنث بس مبدوءة بايه؟ بفويل. لو حد مش مركز هيعملها ماشي على القاعدة تمام، هيقول الكلمة دي مؤنث يا مس، يبقى اكيد اروح اختار ايه؟ اختار الما. يعني اكيد عايزة اقول مثلا صديقتي، يبقى اختار الما. غلط. ينفع 2 فويل يجوا ورا بعض؟ لا، ما ينفعش حرف الأ يجي بعده حرف أ. امال هعمل ايه؟ هشيل الما واحط مكانها المون. هقول مونامي. حتى في النطق بتاعها اسهل، هقول مامي ولا مونامي. شايفين؟ هما بيحبوا يسهلوا على نفسهم النطق. فهي دي الجزئية الأولانية اللي بيتلعب عليها. طب تاني حاجة، تاني ملحوظة، وهي لو انت بتتكلم مع حد أكبر منك، لو لقيت كلمة مسيو أو مدام، الكلمتين دول ليهم احترام. اكيد كنا بنقول مثلا ما ينفعش اتكلم معاهم بالتو، صح؟ يعني لازم اتكلم معاهم بالايه؟ بالفو. فلازم ما ينفعش اقول له خد قلمك يا مستر. لا، المفروض اقول اتفضل يا مستر ايه قلم حضرتك، بدل ما اقول قلمك. يعني المفروض بدل ما هقول الطن والتا هختار حاجة تانية. ايه بقى اللي هيحل محلها؟ لو لقيت المفروض ان انا احط الطن او التا بس هو بيتكلم مع حد اكبر منه، المفروض اقول ايه؟ بدلها هحط كلمة فوتر. يبقى الطن والتا هحط ايه؟ هحط فوتر. ولو لقيت التي المفروض كنت احطها بس انا بتكلم مع حد اكبر مني، هحط مكانها ايه؟ هحط مكانها الفو. يبقى هي دي صفات الملكية. الاتنين دول بتوع مين؟ بتوع الفو. بس احنا ما خدناش بتاعت انتم، يعني احنا بنتعامل لما بنكون بتكلم مع الفو على انها حضرتك. بس دي الملحوظة التانية. ما اعتقدش ان فيها اي حاجة صعبة. ان انا مع الفو هتكلم بحضرتك، يبقى اختار يا اما فوتر يا اما فو. الفوتر بتاعت المذكر والمؤنث، والفو بتاعت الايه؟ والفو بتاعت الجمع. بس دي كده الملحوظة التانية. يعتبر الجزئية بتاعت صفات الملكية يعني خلصناها. بس يعني قال لنا ايه؟ ان احنا مش دي الطريقة الوحيدة اللي ممكن اقول بيها يعني اعبر بيها عن ملكيتي للحاجة. في طريقة تانية وطريقة تالتة. ايه بس ده كبر ده؟ لا والله مش صعبة، ما تقلقوش. يعني ايه؟ في طريقة تانية اعبر بيها عن ملكيتي للحاجة. الطريقة التانية دي بتقول لنا ايه؟ هنحط أداة معرفة. ايه هما أدوات المعرفة دول؟ أدوات المعرفة اللي هما اللو واللا والال ابوستروف واللي. تمام، حطيناهم. هنحط اللو او اللا والال ابوستروف او اللي. زائد ايه؟ زائد المملوك. يعني ايه المملوك؟ يعني مثلا قلمي، كتابي، كراستي، ايا كان بقى اللي انا هملكه ده. زائد ايه؟ بعد المملوك هحط الدو. لازم تحط الدو دي. وبعد الدو هنحط المالك. اسم بقى الشخص ده، مين المالك ده. طب احنا عايزين مثال. مثلا هقول لو، ادي حطيت اداة معرفة. عايزة اقول مملوك، لو ستيلو مثلا، قلمي. سوري مش قلمي، القلم، لو ستيلو. بعد اللو ستيلو حطيت اداة المعرفة، حطيت المملوك، اللي ناقص الدو. ادي الدو. واحط المالك، مثلا اقول علي. القلم بتاع علي بتساوي ايه بالظبط في الطريقة الاولى؟ ان انا اقول سون ستيلو، قلمه. يعني بتساويها في الطريقة الاولى السون ستيلو. ليه؟ لان علي ده الإيل هو، والإيل بتاخد صون ساسي. وليه اخترت الصون بالذات؟ عشان كلمة ستيلو مذكر. تمام. دي كده الطريقة التانية، ما اعتقدش ان فيها اي مشكلة. طب ايه الطريقة التالتة بقى؟ الطريقة التالتة بيقول لي هنحط اتر، فيرب اتر، وحرف الجر اتر طب بعد اتر هنحط ايه؟ بعد اتر قال لي هحط يا اما اسم يا اما ضمير توكيد. ايه ضمير التوكيد ده؟ هقول لكم دلوقتي. تمام.
يا اما اسم يا اما ضمير توكيد، بس كده. طب اقولها ازاي؟ بس قبل ما نقولها عايزين نعرف ايه هي ضمير التوكيد دي. قال لي ضمير التوكيد دي هي الموا يعني انا، والتوا، والوي، والال، والفو. هو مش دول ضماير؟ لا مش ضماير، دول اسمهم الضمائر العاديه اللي هي الجو والتو والال والال. لكن الموا والتوا والوي وال والفو دول ضماير توكيد، ولسه في تاني على فكره، يعني مش دول بس دول اللي عليكم، الموا والتوا والوي والال والفو. ايه بقى يعني؟ الموا دي بتساوي الجو، مش بتساويها كجرامير بقى، لا هي بتساوي في المعنى. موا يعني انا والجو يعني انا، بس الموا ضمير توكيدي لكن الجو ضمير عادي. التوا بتساوي ايه؟ بتساوي التو يعني معناها انت. والوي بتساوي الإيل، والال هي برضو الال، والفو هي فو. يعني ايه؟ يعني لو شفت الموا اعرف انك هتتعامل معاها زي الجو كده، والتوا زي التو، والوي زي الإيل، وهكذا. طب عايزين مثال. مثلا هقول سو ستيلو، هذا القلم، وبعدها احط ايه؟ احط verb être يعني هيكون، احط est هيتصرف مع الستيلو. الستيلو ده مفرد مذكر يبقى الإيل، يبقى احط est، وبعدها احط الأ. تمام. ويا اما احط اسم زي مثلا علي او منى او ايا كان، او احط مثلا موا او توا او اي حاجه. طب ايه الفرق بقى؟ مثلا لو انا قلت لو سو ستيلو ايه علي، هعمل ايه؟ علي ده بيساوي في الجمله في الطريقه الاولى اللي هي الصن ستيلو، احط ستيلو. لكن الموا يعني انا، فلو انا عايزه اعملها بالطريقه الاولى يبقى هقول مون واحط كلمه ستيلو، مون ستيلو. تمام. لان الموا معناها انا. ليش معنى اخترت مون؟ ليه مش اخترت الموا؟ عشان كلمه ستيلو مذكر. تمام يا جماعه، دي كده صفات الملكيه وبيعتبر خلصناها كلها. عايزين بقى نروح نشوفها على الكتاب. ايتي هو زي ما احنا قلنا ان احنا عشان نعبر عن ملكيتنا للحاجه في مالك وفي المملوك وفي ايه، وفي صفات الملكيه. وايه هي المالك؟ هو الجو والتو والإيل والال، دول الاربعه بس اللي احنا عايزينهم دلوقتي. الجو بتاخد مون وما ومي، تون تا تي مع تو، وصون سا سي مع الإيل والال. الكلام ده قلناه. تمام. وادي مديني مثال، عايز بيقولك جيم انا احب بابايا مون بير، ما مير ومامتي، مي كاماراد، كاماراد يعني زمايلي اصدقائي. تمام. دي كده الصفات الملكية. الملحوظات اللي احنا قلناها، بيقول لي اول ملحوظة ايه؟ صفة الملكية بتتبع الاسم الذي يأتي بعدها المملوك من حيث النوع والعدد. طب ما احنا عارفينها، لو الكلمة هنا مثلا سك مذكرة فاختار الصن. وليه الصن؟ عشان منى، منى بالال. ايه لا صن سك، منى عندها معاها شنطتها. تمام. يعني بتتبع النوع والعدد، يعني لو مذكر هاخد بتاعة المذكر، ولو جمع هاخد بتاعة الجمع، وهكذا. رقم 2، تستخدم صفة الملكية، صفات الملكية المون والطن والصن بدلا من الما والتا والصا امتى؟ امام اسم مفرد مؤنث مبدوء بحرف متحرك، ودي قلناها. زي كده في الاكزامبل جو في اما ايكول، ما ينفعش احط ما ايكول. طب ازاي ما ايكول مؤنثة؟ قال لي ما ينفعش حرفين فويل يجوا ورا بعض. هغيرها ازاي؟ احط مكانها المون. جو في امون ايكول، انا اذهب الى مدرستي. اللي بعدها مونا بورل اسا امي، نفس الجملة اللي قلناها مع بعض امي، ما ينفعش احط وبعدها حرف برضو فويل. قال لي اغيرها بايه؟ بصن. وثالث ملحوظة قلناها برضو، تستخدم الفوتر للتعبير عن الملكية بدلا من التون والتا، وتستخدم الفو بدلا من التي عند مخاطبة شخص أكبر سنا أو لا نعرفه. ده ليه؟ عشان نحترمهم بس. زي كده مدام سي فوتر ساك، إنها شنطتك أو شنطة حضرتك. مسيو سو سونت فو كلي، كلي يعني مفاتيح، ودي جمع يبقى عشان كده حطيت الفو. تمام يا جماعة. بعد كده قال لي في طرق تانية ممكن نقولهم، وده اللي برضو قلناهم، ان انا احط اداة معرفة وبعدها المملوك وبعد كده الدو زائد المالك. وادي اهو زي لو بورتفاي دو مارتين، البورتفاي اللي هي المحفظة بتاعت مين؟ مارتين، بتساوي ايه؟ سون بورتفاي. اشمعنى السون؟ علشان بيتكلم عن مارتين، ومارتين بتساوي مين؟ بتساوي ال،
والال بتاخد صن. اشمعنى صن؟ عشان كلمة بورتفي مذكر. بعد كده لا كرافات، الكرافتة دو جون، عايزة اخليها بالعادية تبقى سا كرافات. اشمعنى السا؟ عشان كلمة كرافات مؤنثة، ليه مش المون ولا ليه مش التا ولا الما؟ علشان جون بالإيل، والإيل بتاخد صن ساسي. اكزامبل التالت للونات، النضارات بتاعت فريد، سي لونات. ليه سي؟ عشان فريد، وليه جمع؟ عشان كلمة لونات جمع. تمام. بعد كده الطريقة التالتة وهي اتر زائد اسم او ضمير التوكيد. وايه ضمير التوكيد؟ قلناها مع بعض وفهمناها على السبورة. وادي نفس الاكزامبل، سي لونات، هذه النظارات سونت رامي. ليه اخترت السي؟ عشان بيتكلم عن رامي. تمام. ورامي بالايل، والايل بتاخد صنصة سي. ليه الجمع؟ عشان كلمة لونات جمع. اكزامبل التاني، سو كارني اي موا، هنا حط المون. ليه؟ عشان كلمة موا قلنا ان هي بتساوي جو. واخر واحدة ست كلي اي افو، هنا الفو، وطالما الفو يبقى حط فوتر. ليه فوتر؟ عشان كلي ايه؟ عشان كلي مفرد. تمام يا جماعة. دي كده صفات الملكية. وقال لي اخر حاجة بنستخدم الضمير التوكيد الفو بدلا من التوا للاحترام بس. ودي حاجات قلناها. تعالوا بقى نحل الاكتيفيتي الاولاني. بيقول لي اول سؤال، جيم بوكوب، انا بحب جدا نوت جراند بير، جدي. جدي ده ايه؟ مذكر ومفرد، يبقى ياخد المون. رقم 2، ساندرا فا على باتيسري افيك نقط مير، كلمة مير مؤنث ومفرد. مين الوحيدة المؤنث ومفرد؟ وهي الصا. رقم 3، جو اوفر ان كادو ا نقط سور، كلمة سور اخت، مفرد مؤنث، يبقى تاخد الما، مفيش غيرها. رقم 4، مسيو كيلي نقط ادرس، ركز اول ما تشوف كلمة مسيو مين اللي هتختارها على طول من غير ما تفكر؟ وهي الفوتر. نكمل. رقم 5، جيم نقط بروفيسور، بروفيسور يعني مدرس، وده مذكر ومفرد، يبقى ياخد ايه؟ جايب لي حاجات مختلفة، بس هي الوحيدة المذكر هي المون، وعشان عندي الجو اهي في الاول. رقم 6، مها بور لافيك نقط كوزين، بنات اعمامها، مؤنث وجمع، يبقى تاخد السي مفيش غيرها. رقم 7، تويا نقط راديو كاسيت، كلمة راديو كاسيت كلمة مذكر، يبقى تاخد الطن. رقم 8، بيير بريزونت نقط فرير ا روبرت، اخو روبرت، كلمة فرير مفرد مذكر، يبقى تاخد الصن. رقم 9، ألان في اون فيت بور نقط ساكسي، كلمة ساكسي يعني نجاح. الكلمة دي على فكرة مش جمع، الكلمة دي لما ترجع لجدول المذكر هتلاقيها آخرها اس أصلا، فهي مفرد مذكر، يبقى تاخد ايه؟ مفيش غير الصن. رقم 10، سو سونت كارني لإنفيتاسيون، كارت انفيتاسيون يعني بطاقات دعوة، الكلمة دي جمع ومفيش غير الجمع بتاعت التي. رقم 11، شادي ام نقط امي فادي، كلمة امي صديق، دي مفرد مذكر، يبقى تاخد الصن. رقم 12، فامي عائلة، الكلمة دي في ناس كتير بتقع فيها، بيقولك عائلة يعني جمع. يا حبيبي مش جمع ابدا، هي بالعربي عائلة. تمام. عائلة دي فيها بقى بابا وماما وجد وتيتا وكل ما، ماشي يا حبيبي، بس هي بالفرنش لو انا عايزه احط حاجه جمع هحط لها ايه؟ احط لها اس. حتى بالعربي على فكره هي جمعها عائلات، فبلاش نفتكس بقى. ماشي، ركزوا في الحته دي. كلمه فامي دي مفرد مؤنث، يبقى تاخد ايه؟ يبقى تاخد الما. نيجي بعد كده للاكتيفيتي التاني، وده نركز فيه بقى كويس. سي لو فلورد دو رنا، انه الكوفية بتاعت رنا. وي ايوه سي نقط فلورد، ايوه عايزه اقول ان هي ايه؟ الكوفية بتاعتها. كلام عايد على رنا هنا، ورنا يعني يبقى تاخد ايه؟ تاخد سونسا سي. هو كده كده مش حاطط لي حاجات تانية، بس كلمة فلورد مذكر ومؤنث، كلمة فلورد مذكر، يبقى تاخد الصن. رقم 2، سوسونت لي زامي دو مازن. وي بيقول لي سوسونت نقط امي، كلمة امي جمع، يبقى تاخد السي. رقم 3، سي لو بارابلوي دو كريم، بارابلوي يعني شمسية، بيقول لي وي سي نقط بارابلوي، ايوه دي الشمسية بتاعته كريم. وصنصا سي بارابلوي مذكر، يبقى تاخد الصن. رقم 4، سو كادو اي تيو، الكادو دي بتاعت تيو، وكلمة كادو مذكر،
طب اختار مون ولا صن؟ اختار ايه بقى؟ ركزوا. مين اللي شاطر اللي هيقول؟ تيو. تيو ده يعني إيل، يبقى اختار مفروض سون سا سي، وكلمة كادو مذكر يبقى سون، ما ينفعش مون ابدا. شوف هو بقى بيبدأ يلخبطك، يجيب لك 2 مذكر وكلمة كادو مذكر، فتركز بقى. روح بص هو بيتكلم عن مين. نكمل. رقم 5 ce sont les lunettes du Pierre. هنا بيير وكلمة لونات، اختار المي ولا السي؟ انت قلتي بيير يعني إيل، بتاخد سون سا سي، وعشان جمع يبقى تاخد سي. رقم 6 وده كمان في التي كمان في النص. رقم 6 سي لا بسكليت دو جون. هنا جون وعندي بسكليت، اختار ايه؟ هي اصلا كلمة بسكليت مؤنثة ومفيش غير سا هي اللي مؤنثة، فمش ملخبطني قوي هنا. رقم 7 سيت مونتر ايه اتوا. توا احنا قلنا ان هي زي تو، يبقى كده هنروح نختار مين؟ تا مونتر. وبكده نكون خلصنا صفات الملكية. اتمنى تكونوا فهمتوها كويس قوي. تمام. ولو حد عنده اي سؤال يكتب لي في التعليقات، ولو حابب تنضم معايا في جروبات الاونلاين متنساش هتلاقي رقمي في الديسكريبشن بوكس. ولو لسه مشتركتش في القناة متنساش تعمل سبسكرايب ولايك للفيديو، واشوفكم في حصة جديدة بإذن الله. au revoir.